الهول من انها هيلد، انها يعني تتردم. نمره اثنين تحافظ على البريشر. نمره ثلاثه ان انا بتاخد الكاتنجز دي تطلعها فوق على السيرفس. نمره اربعه بتعمل كولينج للدقائق، الدقائق سخن جدا، فدي بتعمل لها كولينج. كويس. كويس. طيب الطفله دي بقى مشكلتها ايه؟ الطفله دي مشكلتها ان انا ببريشر عالي اعلى من الفورميشن حاجه بسيطه، فتلاقيها الطفله دي دخلت جوه الفورميشن. لو كان عندي ساند تلاقيها دخلت جوه الفورميشن. ده اسمه انفيجن، اسمه باد انفيجن. اهو تلاقيه كده اهو هنا اهو. اهو بص اهي. لو تخيلت ان دي البور هول هتلاقي فيها باد انفيجن. اوكي، هتلاقي فيها الطفله دخلت جوه الفورميشن حاجه بسيطه، بتفضل ماشيه ماشيه لغايه لما تبقى كلين. اوكي. آه التكنولوجي بتاعت اللوجنج بتختلف من سنه 80 لسنه 90 لسنه 2000 ل 2025. بروجريسنج فيري فيري فاست. وبالتالي انا لما اجي اعمل مثلا عندي فيلد بقاله 20 سنه بيشتغل، الفيلد ده 20 سنه بيشتغل، الفيلد ده فيها طول متقاسه من سنه 80، فيها بير محفور سنه 80 والداتا بتاعته متجمعه سنه 80، وبير الداتا بتاعته متجمعه سنه 25. اكيد الاثنين مختلفين، اكيد ده غير ده. صح؟ يعني كانك انت بالظبط قعدت واحد من جين زي مع واحد من على المعاش. كويس. البروبلم سكيلينج اوف ريزوليوشن اوف ديفرنت سورس اوف داتا. طبعا انت عارف ان احنا زي ما قلنا ان السورس اوف داتا ممكن يبقى كور، ممكن يبقى كذا. انا عشان اجمع الكلام ده كله مع اختلاف السكيلز بتاع كل نوع من الداتا، هي دي الصعوبه وهي دي اللي تشالنج. اهو. يعني هنا مثلا عندك السايزميك واللوجز والكور والتيست كان بي سورس اوف انفورميشن. كاركترايز اند مانج ريزرفوار. ممكن تبقى كورليتد، لا ما تبقاش كورليتد. ليه؟ عندك السايزميك ده مثلا الويف ليت بتاعه ب 200 ادم، يعني مدنة جامع او بالظبط كده زي بيج بن كده. في حين انك انت عندك الكور حاجه مش باينه خالص. وبعدين عندك اللوجز نفسها، يعني شوف هو بيبقى بيقرا حته قد ايه في اللوجز، هي كلها ويف واحده. واخد بالك؟ فطبعا انت عشان تحط دي زائد دي وتركبهم على اللوجز على الكور، هنا اللي تشالنج. اوكي. البتروفيزيكال داتا في الابار يا اما تبقى رو اللي هي جايه من الفيلد. بعد ما بتيجي من الفيلد بقى ان انا بعمل لها ايديت. ايديت دي يعني ايه؟ يعني انا باخد الداتا دي اتاكد انها صح، ولو فيها حاجه بايظه نصلحها. نصلحها ايه؟ في الحدود اللي هي يعني مثلا ديبس شيفت. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ انا سجلت الجاما راي كده، ولاي سبب من الاسباب الريزستيفيتي طلعت مثلا دي كانت في الريزستيفيتي هنا، اقوم انا منزل دي هنا كده. دي اسمها ايديتنج. ان انا عندي في مشكله في الدبس شيفت، هي الداتا صح بس نوت ان دبس شيفت، لازم كده. بعمل مثلا لقيت حته مقطوعه، واخد بالك، اقوم مكملها بطريقه بايكويشنز وطريقه علميه. دي اسمها ايديتنج. واخد بالك؟ طيب المعلومات دي كلها متاثره بالانفيجن، متاثره بالطفله، متاثره بالدنيا دي كلها. بعمل لها كوريكشن في الشارتس بتاعت شرابر جير، بتعمل لها كوريكشن. خلاص. بعد الكلام ده كله بقى باخد الكلام ده كله الرو. الرو ده اوكي بعمل لها، بدخلها في ايكويشنز عشان يطلع لي الاس دبليو والليثولوجي، يطلع لي البروستي، يطلع لي الاول ووتر كونتاكت. كل ده يطلعه لي من الداتا دي. يبقى انا الداتا دي انبوت، يطلع لي اوتبوت. يبقى انا اللي عايزه هو ده اس دبليو. اس اكس ده اللي هو الووتر ساتوريشن في الانفيدد زون. الفاي اي ده اللي هو البروستي افكتيف بروستي، اللي هي بروستي كوركتد للشيل. الفي لايم قد ايه لايم ستون، قد ايه دولومايت، قد ايه في شيل، وهكذا. قبل ما اخش في قبل ما اخش في دي. ها؟ حد عنده سؤال؟ يا شباب.
يا شباب. تمام يا استاذ مصطفى، ربنا يبارك في حضرتك. تمام يا دكتور. في حاجه تانيه؟ حد عنده سؤال؟ بس عشان بس الناس ما تتوهش، وانا شباب انا حاسس انهم تاهوا يعني. مم. طب في حد خد الكلام ده؟ هو لو بيعمل ايديت، مش انا كده بغير في الداتا؟ لا، ما بتغيرش في الداتا. آه انت ما بتغيرش في الداتا، انت بتعملي داتا كومبليتنس. كويس؟ يعني معنى ايه؟ معنى انك انت بروح عليه شويه. يعني بتعملي داتا كومبليتنس بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت آه يعني مثلا في حاجه يبقى انا عندي دي كوميونيكيتد، لو ما طلعش يبقى لا، يبقى دي التريسز. دي اسمها تريسرز. كويس؟ دي بتستخدم في الريزرفوار مونيتورنج. اوكي. It's a radioactive fluid is ejected by the tool at the chosen level. The fluid movement is monitored by gamma ray and will show safe zone and channels in the cement behind the casing. طيب، ممكن بقى انا الجاما راي دي اخدها كلها كده، ادي الجاما راي مثلا، البيك بتاعت الجاما راي اللي موجوده عندي، ممكن ان انا اخدها يعني بالعربي بالبلدي كده افصصها، اطلع البوتاسيوم قد ايه، الثوريوم قد ايه، اليورانيوم قد ايه. اوكي. اليورانيوم قد ايه. وبالتالي انا عندي الثوريوم ان بارت بير مليون، اليورانيوم ان بارت بير مليون، البوتاسيوم ان بيرسنت. طيب انا ممكن بقى هنا اهو، ده اتنين جاما راي، واحده جاما راي الستاندرد، وواحده جاما راي ناقصه الايه؟ ناقصه اليورانيوم. اوكي. وبالتالي انا اقدر اعرف الثوريوم والبوتاسيوم واليورانيوم. اوكي. كويس. دي بقى بتفيدني في ايه؟ اولا الليثولوجي ايدنتيفيكيشن، اقدر اعرف بالظبط الليثولوجي بتاعي ايه. ممكن اعرف انواع المينرال، الكلي مينرال عندي ايه هو. ممكن ان انا في الكربونات اليورانيوم اتس اورجانيك ماتر اند ستيرولايتس، اقدر اعرف اليورانيوم لو في الكربونات ده جاي ليه. الثوريوم انديكيشن اوف كلي في الكربونات، البوتاسيوم انديكيشن اوف كلي ان راديو اكتيف ايفورايتس. في الساند ستون الثوريوم انديكيت كلي كونتنت هيفي مينرال، البوتاسيوم انديكيت مايكيشيس. يعني انا اقدر اعرف الميثولوجي باستخدام مثلا بلوت زي ده في شلامبرجير، ثوريوم على بوتاسيوم على يورانيوم بوتاسيوم ريشيو. اوكي. سوري، ثوريوم بوتاسيوم ريشيو على البي اف كيرف ده تعرفه مع كمان شويه. واخد بالك؟ ممكن اقدر اعرف بقى اذا كان عندك جلوكونايت، عندك بايوتايت، كلورايت، وهكذا. في الشيل، اوكي، سورس روك، لو عندي اليورانيوم عالي يبقى ده سورس روك. الثوريوم انديكيت اماونت اوف ديترايتال ماتيريال اور ديجري اوف شيلنس. بعدين البوتاسيوم الكلي تايب اند مايكا. البوتاسيوم اند سوريا ار concentrated minerals that constitute insoluble residual in carbonate روك فراجمنت. خلاص. اليورانيوم هاويفر بوست اوف الدياجينيسيس، يعني انا اقدر اعرف الليثولوجي، اقدر اعرف الدياجينيسيس، اقدر اعرف اذا كان سورس روك ولا لا، اقدر اعرف نوع الكلي، اقدر اعرف نوع الليثولوجي، وهكذا. ده الان جي دي. هي تول هي يعني نفس الجبلي بالظبط، بس دي اكسبنسيف عشان يعمل لك الاناليسيس دوت في التول من تحت. يعني هو التول بيسجل كل الويندوز دي زي ما انت شايف كده، بيسجلها على ويندو 1 ويندو 2، دي اتس تايم فريم ويندو. اوكي. انرجي ويندو، سوري، انرجي ويندو. فهنا بيبين لك ان انا يعني لو الويندو دي هي اعلى حاجه يبقى ده بوتاسيوم، لو الويندو ده هي اعلى حاجه يبقى ده يورانيوم، لو الويندو دي هي اعلى حاجه يبقى ده ثوريوم. وبعدين كلهم بقى في الاول خالص ويندو 1 ويندو 2 دي التوتال. خلاص. ممكن برضو انا اعرف من الجاما راي الديبوزيشنال انفايرمنت، سواء كانت فانل او شبيل بقى، واخد بالك؟ اوكي. فيها مثلا كورسنج اب وورد، فايننج اب وورد، سو تيثيز، واخد بالك؟ وهكذا. قبل ما نخش في السونيك. يا شباب في اسئله ثانيه؟
طيب جزء التريسر ده في نوع من انواع يعني في نوع من انواع الراديو اكتيف الخفيفه اللي هي زي ملح مثلا، واخد بالك؟ بيبقى جزء هو اساسا انا بجيبها من معمل او بجيبها من حته وبدوبها في الميه، وبعدين بنزل قدام الانترفال اللي انا عايز اعرف اذا كان ده كوميونيكيتد او اذا كان بيعمل في سيف زون ولا في حاجه، وبضخ ميه، وبعدين انا متوقع انها استقبلها فوق او استقبلها تحت، اقوم باعت او مسجلها بالتول، لو لقيتها اتسجلت يبقى دي معنى كده ان الميه اللي انا ضختها دي طلعت فوق، لو ما لقيتهاش يبقى الميه يبقى دي مش كوميونيكيتد. اوكي، كنوع من انواع المونيتورنج. ماشي، يعني دي حاجه انا بدخلها inserted in the formation. ماشي. طيب نيجي بقى للسونيك. السونيك ده عباره عن ايه؟ خدوا بالكم بقى، التولز اللي جايه كلها اي تول عباره عن ان انا عندي اي تول لوجينج، طبعا ما عدا الجاما راي، لان الجاما راي دي هي بستقبل بيها. اي تول فيها حاجتين، فيها ريسيفر وترانسميتر. ترانسميتر حاجه تبعت وحاجه تستقبل. اللي بيستقبل ده بيبقى ده عاده بيبقوا اتنين، واحد فوق وواحد تحت. ليه؟ واحد عشان هو بيستقبل بس قريب من البور هول وبيسجل الطفله والانفيدد زون والكلام ده كله، وواحد بعيد بيسجل جوه الفورميشن بس هي متاثره بالانفيجن، وبالتالي دي اسمها كومبنسيشن. وبالتالي معظم التولز كلها او كل التولز اللي هي جايه بعد كده، اللي هي يعني الدينستي والنيوترال والسونيك والريزستيفيتي والكلام ده كله، ده عباره عن ان انا ببعت حاجه وبستقبلها. لا دي سيمبل اي كونفيجريشن في التول. فالسونيك تول ده، السونيك ده عباره عن ايه؟ انا زي ما اتفقنا ان السونيك عباره عن ان انا ببعت صوت وبسمعه، بشوف سرعه الصوت ده في الفورميشن قد ايه. خلاص، دي سيمبل لايك ذات. اوكي، فهي عباره عن sonic clock. The transmitter send the sound pulse. The tool detect the pulse as at heat receiver. يعني انا عندي هنا اهو بيبعت صوت من هنا، بستقبله هنا وبستقبله هنا. الفرق ما بين الريسيفر ده والريسيفر ده 2 قدم. فهو انا عندي هنا بقى ان اهو انا عندي السونيك اللي انا الصوت اللي انا ببعته ده 3 كومبوننتس. اول واحده كومبريشنال، ثانيه واحده شير، ثالث واحده ستونلي. ستونلي ده اللي هو عباره عن صوت ماشي على الجدار بتاع الهول. خلاص. طيب hit the receiver and record the time it takes to pulse travel from the transmitter to receiver through the formation. It's delta t. بيسموها دلتا تي. التايم is taken to reach each receiver is measured. each rock time. كل الليسونجي من دول ليه سرعه صوت، ليه دلتا تي من 40 ل 70. اوكي. يعني اللايم ستون مثلا 47، الانهيدرايت 53، الكيسنج نفسه 57 مايكرو سكند بير فوت سرعه الصوت جواه. اوكي. الفلويد هاف ماتش سلور. لو في فلويد 189 مايكرو سكند بير فوت. الجاز از ايفن سلور. one bath is 2 feet longer than the other. The extra time the sound take in travel to time is determined the acoustic velocity. الاكوستيك فيلوسيتي دي مهمه جدا. ليه؟ بتنفع في السايزمك. كويس. فانا لو عندي هنا يبقى الاكوستيك فيلوسيتي بتاع ده غير الاكوستيك فيلوسيتي بتاع ده غير الاكوستيك فيلوسيتي بتاع ده. اوكي. انا عندي 3 ويف تايب، يا اما كومبريشنال يا اما شير يا اما ستوري. يعني انت لو بصيت للسونيك هتلاقي في عندك الصوت اللي انت بتسمعه ده 3، يعني زي الزلازل كده. الزلزال ده بيبتدي بكومبريشنال وبعدين شير، واخد بالك؟ بس. طيب transit time. The time is taken by sound to travel from transmitter to receivers مايكرو سكند. اوكي، اللي هو ده الترانزيت تايم بياخد كل ده. الدلتا تي بقى اللي هي الصغيره دي، اللي هي الفرق بين ده والفرق بين ده وده، هو الاثنين ادم دولت. اوكي، ده الدلتا تي. ايه الابلكيشنز بقى بتاعت السونيك؟ formation burst and lithology through casing most of the time in larger hole size. permeability index اللي هو الستونلي. يعني الستونلي ده
بيعمل زي بريشر ويفز صغيره كده، ممكن ان احنا نحدد منها البرميابيلتي. الهيدروكربون ايدنتيفيكيشن ويز شير كومبوننت، دايما بناخدها، يعني دايما في زي كروس بلوتس كده بتعرفني كل الكلام ده كله باستخدام الكومبريشنال والشير. يقول لك الهيدروكربون فين، الجاز فين، وهكذا. ازيبوسال انايزوتروب ستريس فراكشن، يعني انا لما بعمل فراكشن بكسر الفورميشن عشان مثلا في الانكونفنشنال، او ان انا مثلا عندي تايت لايمستون وفي اويل وعايز انتجه، لازم اعمل له فراكشننج. الفراكشننج ده ليه اتجاهات، انا ممكن يبقى في حته ضعيفه وحته قويه، فممكن السونيك يقول لي الفراكشن هيمشي ازاي. اوكي، دي بيسموها ازيموسال انايزوتروبي. ازيموسال يعني متجهه، انايزوتروبي غير متوافقه، او غير يعني غير متوافقه. يعني لازم انا عندي الاكس، يعني مثلا يعني كلمه الانايزوتروبي، يعني افترض ان انا عندي ريزرفوار كده، لو البروبرتيز في الاتجاه ده هي البروبرتيز في الاتجاه ده، دي اسمها ايزوتروبي. لكن لو البروبرتيز في الاتجاه ده مش هي في الاتجاه ده، دي اسمها انايزوتروبي. اوكي، نفس الكلام لو انا عندي البروبرتيز في، لو انا عندي البروبرتيز مثلا، البروبرتيز في في الهوريزونتال غير البروبرتيز في الفيرتيكال، دي اسمها انايزوتروبي. لكن لو هم زي بعض يبقى دي اسمها ايزوتروبي. خلاص، يعني كلمه انايزوتروبي يعني ان انا ان هم مش زي بعض، البروبرتيز مش زي بعضها. خلاص، نيجي بقى للجيوفيزيكال سينثيتك سيزموجرام اند انتجريتد، دي اوريها لكم. جيولوجيكال اكوستيك ويلبور ايمج، نير ويلبور ريفلكتيفيتي ايمجنج. وبعدين بستخدم السونيك والدينستي، بيقدر يطلع لي الروك ميكانيكالز، الروك ميكانيكال بروبرتيز، يانجس موديلاس وبالك موديلاس اوكي، وباسون ريشيو، وهكذا. البول بريشر بريدكشن، ساند برودكشن. احيانا البير بعد ما منتجه واخرمه، يبتدي الساند يحصل له هيلينج، لاني اساسا يبقى انا الاكوستيك سوري، الاكوستيك امبيدنس بتاعي مش محسوب صح. يعني انا الجيوميكانيكال بروبرتيز بتاعته مش محسوبه صح، لان الساند بيقع. لان كل حاجه لازم احسبها واعمل حسابها. اوكي، طبعا سيمنت بوند لوج ده انا بستخدمه في السيمنت بوند لوج ده في المونوترنج. اوكي، في عندك البروست بتطلع من في كذا معادله تو بريدكت البروست. اول واحد وايلي. اوكي، ان انا عندي البروستي بتساوي دلتا تي لوج ناقص دلتا تي ماتريكس على دلتا تي فلويد ناقص دلتا تي ماتريكس. اوكي، خلاص هنا يعني انا عندي لوج، وبقدر اعرف الدلتا تي ماتريكس قد ايه. الدلتا تي ماتريكس اللي هو يعني ات زيرو بروستي، اللي هو مثلا 47 في اللايم ستون، اللوج مثلا ارى 40، ارى مثلا 52 ناقص 47 يبقى 5 على 189 ناقص 47 تطلع لك البروستي قد ايه. جه واحد تاني، جه ريبر هنت قال لك لا، طب انا عندي الساند مثلا بيبقى فيه فيري لوس، لا بيحط كومباكشن فاكتور، وهكذا. واخدك. السكندري بروست بقى، السونيك ده للاسف هو بيقرا برايمري بروست، ما بيقراش سكندري خالص. اوكي، لكن في حين ان الدينستي نيوترون بيقرا توتال بروستي. يبقى انا لو جبت توتال بروستي ناقص البرايمري هتساوي، لان التوتال بروستي عباره عن برايمري اند سكندري. برايمري اللي هي اترسبت، اللي هي البروستي اللي اتكونت اثناء الترسيب. السكندري ده اللي هي ما بعد الترسيب، يحصل لها فراكشرنج، يحصل لها ليتشنج، يحصل لها كالستيفيكيشن، دي اسمها السكندري بروستي. السكندري بروستي دي السونيك ممكن انا اقدر اعرفها من السونيك. ازاي؟ لان السونيك بيقرا برايمري بس، ما بيمشيش جوه فلويدز، بيمشي جوه الماتريكس فقط. فدي البروستي بتاعت البرايمري. طب انا عندي الدينستي والنيوترون بيقروا توتال.
برايمري زائد سكندري. يبقى انا لو طرحت السونيك البروستي بالسونيك ناقص البروستي التوتال هيديني السكندري بروستي اندكس. اندكس لانها هي ملهاش قيمه، هي ليها عالي وواطي. خلاص. طيب نيجي بعد كده بقى للراديو اكتيف تول. الراديو اكتيف تول دي انا عندي في 2 تول، واحده دينستي وواحده نيوترون. الدينستي بتقيس بروستي والنيوترون بيقيس بروستي. الدينستي بتقيس بروستي بس الدبس اوف انفستيجيشن بتاعها صغير جدا يعني، بس دي اكتر حاجه تعبر عن الدينستي. النيوترون كويس بس بيتاثر بقى بالايه، بالجاز وبيتاثر بالسالينيتي وهكذا. طيب انا بس دي جاست فكره صغيره كده، ان انا لما لو عندي جاما راي سورس، حسب نوع حسب نوع الجاما راي سورس ده، احنا هنا بنستخدم سيزيوم 137. الانرجي بتاعته 660 كيلو الكترون فولت. اوكي، دي معناها ايه؟ انا حسب قوه السورس ده انا بتعامل مع الماتيريال اللي قدامي. بمعنى ايه؟ بمعنى انا مثلا عندي في 3 انواع من التعامل الجاما راي او الجاما راي دي مع الماتيريال في الفورميشن. كويس. يا اما فوتو الكتريك ابسوربشن، ده اقل من 100 كيلو فولت، لما يبقى هو بيبتدي يبعت فبتبقى بتبقى الطاقه بتاعته قليله، بس هو عمره ما بيزيد عن ال 600، فبتبقى الطاقه بتاعته قليله. انا لما ببعته للفورميشن بتبقى طاقته قليله، فبيعمل ما يسمى بيتعامل معاها بفوتو الكتريك ابزوربشن. بمعنى ايه؟ ان انا عندي از يوز تو بوش الكترون، هو مجرد ان هو يلمس بس طاقته قليله ما فيهوش نفس، فيعمل ايه؟ يعمل بوش للالكترون لهاير باند، ولما الالكترون يرجع تاني وخلاص يطلع جاما راي. انا بستقبل الجاما راي دي. اوكي. الجاما راي دي، الجاما راي اللي بيطلعها وهو تعبان كده ده، دي احسن انديكيشن للليثولوجي. كل الليثولوجي دي فوتو الكتريك افكت اسمه، او بي اي اف كيرف. البي اف كيرف ده اتس الليثولوجي انديكيتور. كويس. فهو بيبقى ضعيف. طب يجي بعد كده بقى هو قوي وبقى يعني وهو شغال يرجع بقى للايه، لقيمته الحقيقيه، لقوته الحقيقيه. فاهم؟ يعمل ايه؟ يخبط. يبقى الهاي انرجي جاما راي emitted by radioactive source collide with the electron in the formation. يخبط بقى في الالكترون الاولاني بيزقه فيطلع باند، يطلع هاير باند، فيقوم ايه؟ مطلع جاما راي يقيسها. خلاص هي ده الفوتو الكتريك افكت. طب انما بقى في الكومبوتول سكاترنج ده بيزق، مش بيثبت في الالكترون وبيفقد انرجي للالكترون، فالالكترون مطلع جاما راي، يعني يخرج بره الاوربت، يخرج بره الباند خالص ويطلع جاما راي. ده اسمها كومبوتول سكاترنج. كومبوتول سكاترنج ده للليثولوجي، ده للايه؟ للدينستي نفسها. كويس. اخر حاجه دي بقى، ده اللي هي ايه؟ مالناش دعوه بيها. دي هي بقى الانشطار النووي، اللي هو ان انت تخبط بقى اكتر من 2 ميجا الكترون فولت لوتس انرجي انت كونفرت انتو ان الكترون اند بوزيترون. ده الانشطار النووي بقى. يعني خد بالك ده بقى عمل امالتك بقى خش في ايران وامريكا بقى، واخد بالك؟ The positron combined with another electron and the 2 gamma ray each with energy 1.4 are emitted in the opposite direction. حلو كده. ده اللي بتسبب الانفجارات بقى، ده الانشطار النووي. خلاص. السورس بتاعي سيزيوم 137. اوكي. كومبوتون اند بي اف كيرف ار يوزد. طيب هنا بقى الدنسيتي از كيميكال سورس سيزيوم 137 اند 2 اور 3 جاما راي. يعني هو عنده سورس هنا يبعت ويستقبل الجاما راي من هو كان زمان 2 بعدين خلوهم 3. كويس. اوكي. 3 ريسيفرز. اوكي. ودي لازم تلزق في الفورميشن لان المدى بتاعها صغير جدا، يعني بتقرا وزن هاف انش في الفورميشن. اوكي. The number of gamma ray source. خلاص. and 2 or 3 gamma ray detectors. The number of gamma ray returning to the detector depend on the number of electron present, the electron density. يبقى انا عندي هنا لما تخبط لو في جاما راي رجعت كتير يبقى انا عندي هنا الدنسيتي بتاعتها عاليه، لو واطيه يبقى دنسيتي واطيه في الفورميشن دي.
The electron density can relate to the bulk density of the mineral by sampling equation. Okay, where Z is the number of electrons. The assumption made in the interpretation كذا كذا. It is very close to most every. المهم يعني فهي الدنسي بيبعت جاما راي ويستقبلها ومنها يقدر يعرف ايه الدنسي بتاعتها. اوكي. البي اف كيرف the photoelectric occur when the incident gamma ray is completely absorbed by the electron. Its low energy effect, hence the photoelectric absorption index BA is measured using the lowest energy window. BF is related direct to Z. خلاص. الريدنجز انا لو انت بتعمل انترفيو وجاب لك لوج وفي دينستي ونيوترون وبي اف كيرف، اول ما تلاقي 5 يبقى وانت مغمض كده ده لايم ستون، اول ما تلاقي البي اف كيرف بيقرا 1.8 يبقى ده عباره عن ساند ستون، 3.1 يبقى ده دولومايت، 5 يبقى ده انهيدرايت. بس هنا الخمسه ده يعني هنا الفرق بين اللايم ستون والدولومايت ان الدينستي بتاعت الدولومايت 3، الدينستي بتاع اللايم ستون 2.71، فهي ايه ده الفرق ما بينهم. سولت ده يعني ده اكتر حاجه فير بروست عاليه جدا و 4.6 اهو. ادي البي اف كيرف بيبقى هنا، وادي الدينستي نيوترون، ادي الروبي وخرج، وادي الدلتا رو ده اللي هو ماتش كوركشن فور ذا دلتا رو. اوكي. الدينستي ابلكيشن، الروك دينستي، الليثولوجي، البروستي، الميكانيكال بروبرتي لما بيبقى مع السونيك، والاكوستيك بروبرتي كومبينيشن والسونيك، وجاز انديكيشن لو هي في الجاز تلاقي الدينستي بتاعته واطيه قوي. مع النيوترون بيعمل السيبريشن، السيبريشن ده انديكيشن اوف جاز. النيوترون بقى بنستخدم راديو اكتيف سورس اسمه امريسيوم بريديوم، ده حوالي 14.7 تقريبا الكترون فولت. المهم هو برضه فاست نيوترون. اوكي. عند رابد لوسز، هو بقى النيوترون لوسز، هو بقى هنا النيوترون اهو بتبعت لي الفورميشن، بيفقد الطاقه بتاعته في التايم لغايه لما ينزل عندي في حاجه اسمها ايبي ثيرمال ريجون، وبيفضل نازل برضه بيفقد الطاقه بتاعته برضه لغايه الايبي ثيرمال ريجون، ويفضل لغايه لما يمتص، وبعد لما يمتص يطلع جاما راي. يعني انا عندي دلوقتي انا ببعت النيوترون ده للفورميشن واستقبل جاما راي. استقبل ايه؟ جاما راي. الجاما راي دي جايه منين؟ جايه من ان النيوترون ده فقد كل قوته لغايه لما اتشفط دي مين اللي شفطه بقى؟ الهيدروجين. يبقى اذا التول دي بتقرا هيدروجين. الهيدروجين ده موجود فين؟ موجود في الاويل وموجود في الووتر، يعني موجود في البورز. فيبقى اذا التول دي بتقرا بروستين. اتس هيدروجين اندكس related to the prostate. It's 100% prostate. خلاص. يبقى النيوترون start as fast neutron and rapidly loses energy passing through the epithermal state of reach thermal stage. هنا انت عندك انت النيوترون ليفلز، الليفلز بتاعتي يعني هو لما بيبقى في قوته، اول ما بيخش يخبط في الفورميشن في النيتروجين في الهيدروجين بيفقد قوته، بينزل لغايه حاجه اسمها ايبي ثيرمال ريجون، بعد كده بينزل لغايه لما يبقى للثيرمال ريجون. الثيرمال ريجون ده بيفضل شغال فيها لغايه طيب. انت بتتكلم على مايكرو سكند على فكره، يعني كل الكلام ده بيحصل فيه ماكسيموم 100 مايكرو سكند. خلاص. لغايه لما يتشفط وبعد كده ايه يطلع لك جبري. يبقى اذا دي انديكيشن للبروست. طيب النيوترون تول ميجرمنت، ذا تول ريدز هيدروجين اندكس، ذا كوانتيتي اوف هيدروجين بير يونت فوليوم. الهيدروجين اندكس للميه 1، الهيدروجين اندكس للاويل اقل شويه 0.8 مثلا. Most of the neutron are slowed and captured within the short distance from the source. High porosity. الهيدروجين اندكس the neutron travel further from source before they are captured. Low porosity. Gas has very low value, hence the change seen neutron in gas zone porosity reading too low. طب دي معناها ايه؟ معناها ان انا عندي لو انا عندي الدينستي كده والنيوترون كده، هتلاقي انت عندك اهو في الحته دي كده ده
السيبريشن ده معناها جاز. الجاز بيقلل الدنسيتي جويد واطي ان يجيبها الناحيه دي ويجيب النيوترون الناحيه دي. كويس؟ لان هو الدنسيتي من 1.95 هنا ل 2.95 هنا، ومن 0.45 لماينس 0.15. ده السكيل بتاعها. فهو بيقلل البروستي وبيقلل الدنسيتي، يعني بيقلل النيوترون وبيقلل الدنسيتي. واحد هيسالني يقول لي ليه ماينس وفي حاجه اسمها ماينس؟ ايه الماينس بقى؟ ان التول دي اساسا التول النيوترون ده في المصنع بتاعه معمول له كاليبريشن على انه يقرا زيرو في اللايم ستون. طب افرض ان هو حاجه تانية غير اللايم ستون، ممكن يبقى اقل من زيرو للانهيدرايت مثلا. لو هو زيرو بروست يقرا ماينس 3 مثلا. خلاص بس كده. اوكي، ده الاكزامبل اوف ذا نيوترون. اوكي، ادي النيوترون اهو، وادي الدنستي. خلاص، ده سولت، ده شيل، ده ساندي شيل. اوكي، طبعا احنا مع الدنسي مع النيوترون ممكن على التشارتس بتاعت شلامبرجير انا اقدر اعرف ان ده اللايم ستون وده الساند ستون وده الدولومايت. اقدر اعرف الليثولوجي بتاعي فين. انا بعمل بلوتنج ليه للنيوترون والدنستي، اقدر اعرف هيتقابلوا فين. يبقى ده الايه الليثولوجي بتاعي. خلاص، وده عباره عن زي مسطره كده للريسبونسز المختلفه، واخد بالك، لكل للساند وللشيل وللهيدروكربون والليثولوجي افكت وان سو اون. اوكي، حد عنده سؤال يا شباب؟ طيب، حد عنده سؤال؟ طيب، التول الثالثه بقى دي الريزستيفيتي. طبعا احنا اتفقنا ان احنا قلنا الجاما راي، الدينستي، النيوترون، السونيك، دي ليثولوجي انديكيتورز. ممكن تبين نوع الهيدروكربون. يعني لو لقيت سيبريشن يبقى ده جاز، ما لقيتش سيبريشن يبقى ده ميه يا اما ده اويل. طيب، انما بقى هو ده ميه ولا اويل؟ ده يو هاف تو ان انت تخش فيه في بتول ثالثه اللي هي ايه؟ الريزستيفيتي. طيب، الريزستيفيتي والريزيستنس بمنتهى البساطه. الريزستيفيتي دي عباره عن ان انت بتقيس الريزيستنس بتاع الماتيريال. الاويل او الهيدروكربون هاي ريزيستنت، الميه لو ريزيستنت لان فيها ملح فبتبقى فيري كوندكتيف. خلاص، اوكي. اليونت بتاعتها اوم متر. It is only a way to find evaluate hydrocarbon in reservoir. Porosity gives the volume of the fluid but does not indicate which fluid is occupied. خلاص. Resistivity tool measures both invaded RXO اللي هي ده اهي، اللي هي دي، وبتقرا الفيرجن اللي هو البعيده عن الانفيجن. Okay. Also, borehole containing components of seen by tool. The parameters such as water saturation of both zones اس ده اس اكس او اند اس دبليو. اكس او معناها انفيجن، اي اكس او معناها الانفيجن زون، الانفيدد زون اللي هي القريبه جدا من البور هول، يعني ملي طفله. اوكي، الار تي والار دبليو والاس دبليو دي اللي هي البعيده عنها بتسمى ايه؟ الترو ريزستيفيتي او هي التروز او الديب ريزستيفيتي. خلاص. The parameters such as water saturation of both zones need to be defined based on the determined resistivity. Also, the diameter of the invaded zone, di, الدايمتر ده of the invaded zone can be calculated. lateral log في نوعين، في ثلاث انواع من الريزستيفيتي: lateral log واندكشن وال دبليو دي ريزستيفيتي. خلاص، احنا هنتكلم نخلي ال دبليو دي لان هي يعني ما اتكلمناش عن ال دبليو دي فمفيش نعملها. بس هي lateral log والاندكشن
دي اهم ايه؟ اهم اتنين. هم اساسا هم التو ريزستيفيتي الموجوده. ايه هو اللاترال لوج؟ اللاترال لوج عباره عن ان انا في ووتر بيز ماد، اللي انا عندي اللي هو ده كارنت ايميتد الكترود اللي هو زيرو ده، كويس؟ ده بيبعت كرنت جوه الفورميشن، وفي عندك تو الكترودز عشان الفرق فروق الجهد بيحافظ على فرق الجهد ما بينهم، فبيقرا الفورميشن ريزستيفيتي. الجارد emit current to keep the potential difference between them. يبقى انا عندي current الكترود وفي عندي two guard electrodes. These forces measuring current to flow into the formation of interest. بيتسمى dual lateral loop is used to keep reading true formation resistivity, minimizes the borehole effect better than the vertical resolution. يعني هي دي انا عندي يعني هو عباره عن lateral log، دي بتقرا في الووتر بيز مات، وبتدور دايما على الهاي ريزستيفيتي. يعني لو في عندك بير انا شاكك اذا كان في اويل ولا ووتر، انزل فيه دول اندكشن. هو عاده الابار الاكسبلوراتوري معظمها او كلها تقريبا بتتسجل بدول لاترال لوج. خلاص. الابلكيشن فيجن ار تي ستاندرد ريزستيفيتي ان هاي ريزستيفيتي انفايرمنت يوزابل ان ميديوم تو هاي سالينيتي جود ريزلتس بريزنج ماني انفايرمنتال كوركشن شولدر. طبعا هي حاليا دلوقتي يعني هم بيعملوا كل الكوركشنز. هي كان بتعمل كوركشنز كتيره، ويمكن انتوا في الجامعه هتاخدوا شويه كوركشنز، بس هي اساسا دلوقتي كل الشركات بتتعمل اوتوماتيك. يعني هي الشركات بتعملها او البيكر بتعملها، يعني ما بنعملش فيها حاجه، ما بنعملش اي حاجه فيها. cannot be used in oil based mud, cannot be used in air filled oils affected by Groningen effect. Groningen effect ده ان هو عندك انك انت يعني كان زمان سوري، كان زمان لما يبقى في كيسنج كده حديد، وانا بحفر كده وبنزل باللاترولوج، بتيجي عند الكيسنج تبقى الطول نصها هنا ونصها هنا، فبتلاقيها بتقرا عاليه جدا كما لو كان اويل، بس هي نتيجه الكيسنج ده. ده اسمها جروننج افكت، ده اكتشفها واحد الماني، واخد بالك. ويعني خلاص يعني هم دلوقتي حاليا بيصلحوها يعني، بس زمان ما كانتش بتتصلح. يعني الداتا بيز القديمه كلها موجوده فيها. اوكي. ادي شكل الريزستيفيتي، ادي شكل ده. واحده شالو، هو دول عشان واحده شالو وواحده دي، واحده ميديوم. كان هم بيبقوا ثلاثه، يعني بيبقوا اثنين ومايكروسفيريكال لوج بيبقى موجود على ال فيري كلوز تو ذا بور هول، لازق في البور هول. كويس، بس كده. اوكي. ده طبعا هنا هو ده التشارج بتاع شلامبرجير اللي انت بتستخدمها. بتخش بقى بتطلع ار ام وار ال ال دي، وتجيب النسبه وتطلع مع ديت يديك الترو فورميشن ريزستيفيتي كام والدي اي كام. دي موديل معمول في المعمل في شلامبرجير، عاملين سيميوليشن للتولز دي كلها، وانت بتصلحها بناء عليها. نيجي بعد كده بقى للاندكشن. الاندكشن عباره عن ان انا لو عندي اويل بيز مات، طبعا ما اقدرش احط فيها كرنت لانها فيري هاي ريزستيفيتي، فالكرنت مش هيدخل الفورميشن اساسا. وبالتالي انا بستخدم لوب كده، كويل، وغلق كويل، وبمرر فيها الكتريك كرنت، فبيطلع لي الكتريك فيلد. الكتريك فيلد ده بيخش على ماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد ده بيخش الفورميشن، بيطلع لي الكتريك كرنت، بيرجع تاني الكتريك ماجنتيك فيلد. ودي اتس فانكشن اوف ريزستيفيتي. خلاص. يعني معنى كده ان انا عندي ده الاندكشن ده عباره عن ماجنتيك وخلاص، يعني ترانسميتر بيبعت اي سي كارنت، alternating magnetic field flow in the ground loop، بيطلع secondary magnetic field induction voltage in the receiver function of RRT. اوكي. برضه ميجر ار تي، بس هي بتستخدم في الاويل بيز مود. طيب انا انهي واحده اللي استخدمها؟ لو انا عندي الفورميشن مثلا ساي 10 الفورميشن، انا اكسبكتد الفورميشن اللي عندي مثلا 100 اوم. طيب وانا عندي الماد بتاعي لو هو هاي هيبقى اويل بيز ماد، لو هو لو يبقى ووتر بيز ماد.
فانا هنا ار تي على ار ام مع الار تي اقدر اعرف اذا كنت هستخدم اللاترو ولا هستخدم الاندكشن. هنا بقى في الهاي ريزستيفيتيز ديت الاثنين ماشيين. خلاص. طيب اي اسئله؟ تعبتوا يا شباب؟ ربنا يبارك في حضرتك، هو الشرح واضح الحمد لله. طيب تمام. ماشي. عندنا دعوه الحمد لله. طيب نيجي بقى بعد كده، احنا اتفقنا ان احنا عندنا ايه؟ ان احنا بنجمع الداتا دي، بنعمل داتا اكوزيشن. كويس. بنعمل داتا اكوزيشن، بنجمع الداتا بنسجلها. اوكي، يبقى انا عندي انبوت داتا، دينستي، نيوترون، ريزستيفيتي. عايز بقى قلنا هنعمل لها اديتد، وبعد كده نعمل لها ايه؟ انتربريتيشن. الانتربريتيشن ده بايه؟ ايكويشن. خلاص. طيب ازاي بقى انا لما بعمل انتربريتيشن؟ اول حاجه بطلع الماتريكس والبروستي، بطلع الليسولوجي واطلع الفي شيل واطلع البروستي، بعد كده اطلع الووتر ساتوريشن، وبعد كده ادخلها في البرميابيليتي استيميشن. خلاص. ده البلوت ده بتاعنا على فكره. ليزر. اوكي. السورس داتا سورس اهو، ديب ريزستيفيتي، شالو ريزستيفيتي، دينستي، نيوترون، سونيك، ان ام ار، ويب سايت، كورديتا. كل دي الانبوت داتا. الانبوت بارامترز بقى عندي ار تي، ار اكس او، بروستي، ار ام اف، اي، ام ان، ار دبليو. اوكي. انا في الانتربريتيشن بتاعنا الستاندرد او اللي هو يعني المعروف قوي هو ارشي ايكويشن. ارشي ايكويشن دي اللي هي اس دبليو تو ذا باور ان بتساوي ايه في ار دبليو على ار تي. ايه اللي هي ايه على البروست اللي هي الاف، يعني ايه على بروست تو ذا باور ام في ار دبليو على ار تي. دي اسمها ارشي ايكويشن. اوكي. نفس الكلام دي في الان انفيدد زون، ودي في الانفيدد زون. هنا هستخدم الاس 6 او والار ام اف اللي هي الطفله الريزستيفيتي بتاعت الميه اللي في الطفله. وهنا الريزستيفيتي بتاعت احنا اتفقنا ان الفورميشن فيها ميه واويل. الميه دي ليها سالينيتي، الميه دي مهمه جدا ان انا اعرف الريزستيفيتي بتاعتها، لان دي قرايه داخله في قرايه الريزستيفيتي، قيمه داخله في قرايه الريزستيفيتي، فلازم اعرفها لانها داخله في ارشي ايكويشن. هي دي ارشي ايكويشن اللي هي ايه على ايه على البروست تو ذا باور ام في ار دبليو على ار تي. هي المفروض ان الجذر التربيعي تو ذا باور ان. اوكي. بس هو في بيكتبوها ان الاس دبليو تو ذا باور ان، يعني هو بيجيب الان من هنا يحطها هنا ويشيل الجذر التربيعي. خلاص. طيب الاي والام والان دي، الان عاده باثنين، والام باثنين، والاي بواحد. ده اللي احنا ده العادي اللي احنا بنستخدمه. الار دبليو دي بتتحسب من يا اما سامبل يا اما بتحسبها من فورميشن من حته فيها ميه. المهم ان انت بتحسبها يعني او في كتالوج بتاع الشركه. ايه بقى الاوت بوت؟ ليثولوجي، افكتيف بروستي. اوكي، سواء كانت سكندري او افكتيف بروستي او بروستي او سكندري بروستي اندكس، اس اكس او، اس دبليو، موفابل هيدروكربون، في شيل، برميابيليتي استيميشن. خلاص. اوكي. طيب نيجي بقى للليثولوجي. ادي اللوجز اهي، دينستي ونيوترون وادي ريزستيفيتي. خلاص. اول حاجه بشوفها بعملها باخد الايه؟ الفي شيل. الفي شيل ده اللي هو الفي كلاي لوج ناقص في كلاي كلين على على جاما راي ماكس على جاما راي مين على جاما راي ماكسيموم. بقدر اطلع الفي شيل من هنا. طيب الليثولوجي باخد البلوت بتاع شلامبرجير ده واعمل عليها كروس بلوت، اقدر اعرف. قال لك ان معظمه لايم ستون، بورس لايم ستون، اقدر اعرف منه البروف. يبقى الليثولوجي ديترمينيشن لوكال نوليدج
فول ديسكريبشن، بي اف كيرف، كروس بلوتنج. اوكي، البي اف كيرف ده من 5 لايه اهو، زي ما انتم شايفين اهو، ادي البي اف كيرف اهو، تقريبا حوالي 5 و5 وكسر. اوكي كويس. طبعا هو في نسبه يعني، هو البي اف كيرف ده للاسف انه لو الطفله فيها برايت كتير ما بيقرا بيخرف. اوكي طيب، بعد كده حددنا الايه الاسترولوجي، هنخش نحدد الايه البروستي. البروستي يا اما بالكور اناليسيز يا اما باللوجز. انا عندي هنا البروستي من الدينستي زي ما احنا شرحناها، والبروستي من النيوترون اهي، ادي البروستي والبروستي. الكروس بلوت بروستي بتساوي ده زائد ده على 2. الفاي اي بتساوي الكروس بلوت بروستي مضروبه في 1 ناقص الفي شيل. يبقى 4 كلين ريزرفوار فاي اي بتساوي الكروس بلوت بروستي. يبقى انا هنا كده ايه، حددت الاسترولوجي، حددت الايه، حددت البروستي. بعد كده بقى الووتر ساتوريشن، ادي ارشي ايكويشن اهي. اوكي، واحنا هنا حطينا فيها كل البارامتر. في بلوت اسمه بيكت بلوت، اي كان ديفاين ذا الاي والام والان اللي انا مش عارفهم. اوكي، عباره عن الريزستيفيتي فيرسس البروستي. تديني ستريت لاين كده، السلوب بتاعهم هو الام، المسافه ما بينهم هتديني الان، والاف ار دبليو هو ان انا الانترسكشن بتاع البوزيشن اوف ذا فلاينز. اوكي، هنيجي بعد كده لايه، خلاص احنا حددنا الووتر ساتوريشن بقى، باخد المعادله دي، عندي الايه بواحد، الار دبليو دي من كتالوج او من حته فيها ميه او من سامبل، هي 0.015 مثلا في الحاله اللي عندنا دي. اوكي، والبروستي عندي كيرف البروستي اهو، والام ب2 والار تي موجوده اهي. خلاص، بحدد انا بقى كل الكلام ده كله، يطلع لي الووتر ساتوريشن. ادي اهي، ادي يبقى احنا كده خدنا دي الرو داتا، ودي الانتربريتد داتا، وده اللي هو ايه، الجبري كاليبر بالسايز. هنا في زي كيفنج يمكن ولا حاجه. اه، هنا في وش اوت. خلاص، ادي الرو وادي الانتربريتيشن معايا، وادي الووتر ساتوريشن، ادي الووتر ساتوريشن اهو، وادي الفاي اي اهي، وادي القيم بتاعتهم لايه فور سمبلستي. طيب، يبقى الفورميشن ايفالويشن يوز بروستي جاما راي اند ريزستيفيتي فور فورميشن ايفالويشن، هدي لي اس دبليو وبروستي في شيل وباي سيكنس. اوكي، استيميتد كي يوزنج لوجز. طيب انا دي ده ماتريكس صغيره كده، ريزستيفيتي فيرسس بروستي. لو هي باد ريزرفوار زائد، لو انا عندي لو بروستي زائد لو ريزستيفيتي، هتبقى عندي باد ريزرفوار لانه لو باد لان لو بروستي زائد ووتر. اوكي، او انه شيل. خلاص. طيب، جود ريزرفوار لو هاي هاي بروستي ولكن لو ريزستيفيتي، هتبقى جود ريزرفوار لانه هاي بروستي زائد ووتر لانه لو ريزستيفيتي. طيب، لو انا عندي بقى هاي ريزستيفيتي زائد لو بروستي، ده تايت زون او دنس. كويس، زي ده كده، ده تلاقيه هاي ريزستيفيتي وهاي ريزستيفيتي ولو بروستي. البروستي كده بتقل كده بتزيد. كويس، يبقى ده ايه، ده كده، ده جود بروستي، جود ريزرفوار، ولو جود ريزرفوار وميه لانه لو ريزستيفيتي وهاي بروستي. خلاص، اللي هو ده ماشي، جود ريزرفوار وهاي بروستي وهاي ريزستيفيتي، يبقى اتس جود ريزرفوار زي ده كده. ماشي يا شباب، ده البرميابيليتي استيميشن. ده هنا احنا اتفقنا ان هو البرميابيليتي بتيجي من الكور فقط، ولكن في بعض المعادلات زي وايلي، تيمور، كوتس اند ديمونير، كل دولت بيديك معادلات. اوكي، معادلات البروستي مع الاس دبليو اي. اوكي، ادي البرميابيليتي وهكذا، دي البرميابيليتي فروم. طيب، بعد ما بنخلص خالص، انا عندي بقى هنا الريزرفوار بتاعي من هنا لهنا ده. مثلا نفترض ان انا عندي ريزرفوار السند بتاعي 100 قدم، الجروس انترفال، مثلا عندي 100 قدم، الجروس ريزرفوار دول حوالي 80 قدم. طيب، هل الريزرفوار ده كله آه
كله ساند مثلا، لا، يبقى انا عندي النت ساند هشيل منه كميه الشيل دي كلها. حلو. بعد كده بقى عندي النت باي، الحته اللي لغايه الاول ووتر كونتاكت. يبقى انا عندي هنا الساند ده اسمه جروس انترفال. الجزء ده النت ساند، الجروس ساند، سوري، الجروس ساند. لو شلت منه دي هيبقى النت ساند. طيب هتيجي توقفه هنا، يبقى دي النت باي. يبقى النت باي من اول فين؟ يبقى دي النت باي من هنا ودي فقط. النت ساند هو ده ما عدا دي. خلاص. دي مهمه جدا عشان الجيولوجي يقدر يعمل تريسنج للثيكنسز في الفيلد، ويقدر يعرف الساند بيزيد فين وبيقل فين، والبي بيزيد فين ويقل فين. خلاص. نيجي بقى ناخد شويه سبيشال لوجيك تول ادفانسد جدا، بتستخدم برضو في الفورميشن ايفالويشن. عندك الان ام ار. الان ام ار دي هي اللي هي، طب قبل ما ادخل على دي، قبل ما ندخل على دي، حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال في اللي فات؟ يا اروى، انت بتسجلي المحاضره دي مش كده؟ ايوه يا دكتور بسجلها. تسجليها. انتوا محتاجين المحاضره دي بي دي اف ولا حاجه؟ نعم معلش عيد تاني، الصوت عندي مشكلة. نعم. بعد اقول لك اذنك محاضره حضرتك عيد تاني لان الصوت عندي فيه مشكلة. اه محتاجه لها بي دي اف. في ناس محتاجة البي دي اف، والسيشن اصلا بتكون متسجلة وبتنزل على اليوتيوب. طيب ماشي. اخر تول بقى ال ام ار، اللي هي ايه؟ نيوكلير ماجنتيك ريزونانس تول. التول دي هي تول قديمه جدا، بس يعني بتتطور بطريقه سريعه جدا. هو التول دي بتستخدم ايه؟ ان لو انا عندي ماجنت وسلطته على الفورميشن، الهيدروجين اتومز الصغيره دي بتتحول الى ايه؟ كما لو كانت تايني ماجنت. فاللي بيحصل ايه؟ ان انا لما بطبق عليها ماجنتيك فيلد بيحصل لها بولاريزيشن، بيحصل لها كلها الاينمنت، بتروح على اتجاه النورث، بتقف على اتجاه النورث. حلو كده. طيب بعد كده بتخش في حاجه اسمها راديو فريكونسي، بتبتدي تبعت سيجنالز تبوظ المagnetic فيلد ده، فتبتدي بقى الاتومز دي تحصل لها ايه؟ ترجع تاني مكانها. فهو يفضل يخبط، يعني يفضل يبعت راديو فريكونسيز كده كويس لغايه لما ترجع تاني مكانها. دي البولاريزيشن تايم ده اسمه تي 1. الثانيه دي اللي هي عمليه الديكاي ديت في انها ترجع تاني مكانها، دي اسمها اتس فانكشن اوف تي 2. الديكاي تايم ده السرعه بتاعتها اسمها تي 2. التي 2 ده بقى، التي 2 ده فانكشن في ايه؟ اتس فانكشن اوف بور سايز. يعني كل ما كان البور سايز ضيق هتاخد وقت اطول انها ترجع، كل ما كان البور سايز كبير هتبقى سريعه جدا انها ترجع. ليه؟ تخيلوا انتوا احنا بنجري في مكان كبير، تخيلوا احنا مثلا 10 تنفار وفي اوضه وقلنا لنا اجري، فطبعا كله هيخبط في بعضه. لكن لو هي واسعه فتلاقي ايه؟ الريلاكسيشن تايم بتاعه ايه؟ يعني كل واحد هياخد راحته. خلاص. يبقى اتس فانكشن اوف بور سايز ديستريبيوشن، فلويد بروبرتيز، فورميشن مينرالوجي، اند مولكيولار ديفيوجن. الديفيوجن ده اللي هو ايه؟ ان انا عندي لو حاجه قريبه من المغناطيس تبقى اسرع، يعني ابطا من اللي بعيده عن المغناطيس، ده اسمها الديفيوجن تايم، الديفيوجن. خلاص.
فهنا عندي التي 2 ده اتس فانكشن اوف ايه؟ في بور سايز ديستريبيوشن. في الاخر خالص انا بياخدوا الكلام ده كله بيحولوه لسبيكترم، بيطلع لك تي 2 عباره عن بيكس كده. البيكس دي في منها لو انت جيت على رقم معين في اللايم في الساند ستون مثلا 33، اقل من 33 اهو الكات اوف ده قبل منه لو في ميه مش هتطلع، لو في فلويدز مش هيخرج. كويس؟ ده اسمه كابيلاري باوند ووتر، مش هيطلع. انما اللي هيطلع اللي بعد ايه؟ بيوري لك البورز اللي فيها فلويد ممكن يستخرج. فبالتالي انت تعرف الفري فلويد بتاعك قد ايه. يعني ممكن يكون الساتوريشن بتاعك عندك 30%، لكن ال 30% سوري الاس او 30%، يعني هيدروكربون 70%. ال 70% دولت ممكن جدا يبقى في، مش كلهم هيطلعوا لان البور سايز ما يسمحش. خلاص؟ يبقى an inversion technique converting decay time into distribution on T2 of F. For brine fields the distribution is related to the pore size in the rock. خلاص؟ ايه الابلكيشن بتاعت التول دي؟ permeability prediction determine SWI. SWI ده يعني هي، انا هشرح لكم بس عشان ايه. لو انت تخيلت الجرينز كده، لو انت بصيت لها تحت الميكروسكوب هتلاقي في سين فيلم حوالين، لان اساسا الجرينز دي اترسبت في ميه، وبالتالي لما حصل مايجريشن للاويل زق الميه دي بره، بس في جزء سين فيلم كده حوالين الجرينز ما بيطلعش، لازق فيها نتيجه بقى الوتابيليتي، الانترفيشال تنشن. اتس بيج ستوري. خلاص؟ الميه دي هنا ده اويل بقى، ده اويل. الميه دي اللي هي لازقه في الجرين ومش هتخرج اسمها SWI، الريديوسبل ووتر ساتوريشن. اهي الريديوسبل ووتر ساتوريشن SWI او SWIR. كويس؟ فهي الميه دي عمرها ما هتخرج، الميه دي عمرها ما هتخرج، دي اسمها SWI. دي كل ما كانت كبيره كل ما كانت الروكس الجرينز لازقه في بعضها ومايكرو، واخد بالك؟ وايه كل ما كانت يعني يعني ده باد روك. كل ما كان SWI عاليه كل ما كان باد روك، كل ما SWI واطيه كل ما كان جود روك. خلاص؟ وبعدين ايدنتيفاي سيمبد زونز، لان التول دي بتقرا الريزوليوشن بتاعها صغير جدا، فممكن تقرا اقل من 6 انش. كويس؟ ليسولوجي اندبندنت بروستي. كويس؟ هنا بقى انت ممكن تحسب لك البروستي ليه؟ لان زي ما اتفقنا كده احنا قلنا ايه؟ ان انا عندي ايه؟ كل الاريا البروستي عباره عن كل الاريا دي هي البروستي، بس هم مقسمينها بقى فيها بروستي تطلع ميه وبروستي ما تطلعش حاجه. خلاص؟ فالبور سايز ديستريبيوشن ده كل الاريا اللي انت شايفها دي كلها دي البروستي، وبالتالي انا اقدر اعرف البروستي من غير ما يكون عندي ليثولوجي. مش لازم يبقى لازم اعرف ان ده ساند ولا شين ولا كذا، لا ساند ولا لايمستون ولا غيره. هيدروكربون ايدنتيفيكيشن. وفي اللو ريزستيفيتي باي، اللو ريزستيفيتي باي اللفظ ده لو سمعتوه ده معناها ان انا عندي حاجه في الريزرفوار بتقلل الريزستيفيتي، زي البايرايت، زي الايزوتروبي في الريزستيفيتي، زي المايكروبورز، زي اي حاجه بتقلل الريزستيفيتي دي اسمها لو ريزستيفيتي باي. ده شكل اللوج بتاع شكل اللوج بتاع ال ام ار. ولكن ممكن انا اعمل له بارتيشننج الميزو بروستي، مايكرو بروستي، ماكرو بروستي، وممكن اعرف الفري فلويد قد ايه، ممكن خلاص. وده تي 2 ديستريبيوشن، يعني اتس جود روك ولا باد روك. يعني شايف هنا مثلا في باد روك اهو، شايف الحته دي ده باد روك، باد روك. لان هنا احنا بناخد، احنا خدنا هنا ده التي 2 كات اوف. كويس؟ فهنا زي ما انت شايف كده تحتها ده باد روك، ده جود روك، كل ده جود روك. فهنا ده معظم الفلويد هيخرج.
هنا بقى الفلويد هنا، شايف هنا الحته دي، الفلويد اللي هنا ده معظمه مش هيخرج، لانه ايه؟ لانه تحت اللاين. خلاص. نيجي بعد كده بقى للفورميشن تيستر. الفورميشن بريشر ميجرمنت دي تول عباره عن ان انا بنزلها، بتدخل بروب هنا اهو كده زي ده كده، بيخش الفورميشن، بيسحب شويه فلويد، بيقدر يعرف بيعمل بالانسنج ما بين التو، ما بين الفورميشن والتول، فبيقدر يعرف البريشر بتاع الفورميشن قد ايه. كويس. طبعا هي ليها استخدامات كتيره، واخد بالك، بس اهمهم ان انا اقدر اعرف البريشر بتاعي بتاع الريزرفوار قد ايه، ونوع الفلويد ايه. The formation dynamic tester tool provide fast and accurate formation pressure measurement and high quality fluid sampling. وممكن اخد سامبلنج كمان. كويس. انا هنا ده جاز، وده اويل، وتحت ميه. طيب هو ايه ده اسمه جريدينت. يعني ايه جريدينت؟ الجريدينت ده عباره عن ان انا لو تخيلت كده، انا عندي انبوبك، او عندي زي بتاع كده، زي فلاسك كده او حاجه، او ازازه، وحطيت هنا كوره. الكوره دي حطيت عليها 1 سنتيمتر مربع، 1 سنتيمتر ميه. هيبقى الويت على الكوره دي قد ايه؟ هيبقى 1 جرام. طب انا حطيت 2، بقت 2 جرام. طب انا حطيت 3، بقت 3 جرام. يبقى اذا انا عندي 1 جرام بير سنتيمتر، ده عباره عن التشينج ثابت، معناها ان دي ميه، لان ده 1 جرام بير سنتيمتر. ده اسمه جريدينت، اللي هو التشينج بير ديبث. فانا لو عندي هنا، طب لو كان ده بقى بلاش ميه، لو كان عندي ده زيت، لو حطيت زيت يبقى ده 0.8، بعدين بقى 1.6، وبعدين بقى 2.4، وهكذا. يبقى اذا انا كل ما بزود سنتي يبقى دي 0.8 بير سنتيمتر. وبالتالي انا ممكن اعرف نوع الفلويد من نوع الجريدينت او من الجريدينت ده. فهو ده الجريدينت. ده عباره عن ايه؟ ان انت هتلاقي في الجاز، هتلاقيه مثلا 0.2.3 او 0.2 او 0.02، سوري. في الاويل هتلاقيه 0.33 0.35 0.34. بي اس اي يعني بريشر بير فوت، يعني كل ما ينزل قدم يزيد 0.3 بي اس اي. لو هو زاد 0.3 بي اس اي يعني ده اويل، لو هو زاد 0.45 بي اس اي معناها ده ميه. واخد بالك؟ يبقى ده الجريدينت. التقاطع بتاع الجريدينت ده لو هو فيرجن وما فيهوش حاجه خالص، ده اسمه الاويل ووتر كونتاكت. اسمه الاويل ووتر كونتاكت، اللي هو عند الخط ده كده اهو، الخط ده ده اكشولي اسمه فري ووتر ليفل. ده لو هو زيرو، بعد كده بقى بيبقى اوبريشنال اول ووتر كونتاكت. وده الجاز اويل كونتاكت. خلاص. طيب بعد كده بقى ليه كذا استخدام في الريزرفوار انجينيرنج. ماني دريل ديستنس. ماني دريل ستيم تيست. ان سيتيو ستريسز. ممكن انا يعني التول دي ممكن ان انا اكسر بيها الفورميشن واشوف الاتجاه بتاع الكسر ده رايح فين. كويس. عشان دي في الانكونفنشنال، وفي في الووتر انجكشن اعرف اتجاه الميه هيروح في انهي حته. كويس. فيربابيلتي الايزوتروبي، ممكن ان انا آه، يعني اسحب من حته واقيس من حته واشوف هل هم كوميونيكيتد ولا لا. هي ليها استخدامات الاسبار جينيريك كتيره. اوكي. طيب يبقى دي هنا انا عندي هنا اهو اكزامبل. اوكي. انا عندي حاجه كمان، انا عندي ممكن مثلا هنا اقعد اعرف الفورميشن بريشر من الفلويد من الجريدينت، اعرف جاز ووتر كونتاكت، اويل ووتر كونتاكت، وهكذا.
ممكن كمان ان انا ممكن اعرف الفولت اذا كان مثلا من هنا، مثلا شوف هنا الترند شغال ازاي، وبعدين فجاه بقى الترند هنا، اكيد دي غير دي، فمعنى كده ان هنا في فولت. نفس الكلام هنا، انا عندي الحته دي كلها وان هوموجينيوس ريزرفوار، التانك ده كله واحد، هنا التانك ده لا مش كله واحد، كل واحده في حته، فده غير ده كومبليتلي. كويس. ده بريشر، يعني شوف البريشر هنا كله كوميونيكيتد، الريزرفوار كله كوميونيكيتد، هنا لا، هنا الحته دي، هنا الاستيرولايت ده، يعني الحته دي غير الحته دي غير الحته دي غير دي غير دولت. كويس. انا هنا مفيش ترند خالص، فمعنى كده ان كل انترفال من دولت عباره عن ميني ريزرفوار، انما كل دول وان ريزرفوار. نيجي بقى للايمج تول. الايمج تول دي عباره عن ان انا بقيس مايكرو ريزستيفيتي على 192 باند. ليه؟ لان هي عباره عن 4 باند واربعه فليبر، يعني 4 و4 8، وكل واحده عليها اعتقد 27. كويس. آه تقريبا مش عارف والله كل واحده عليها كام، 27. المهم، فكل واحده من دول هي كله 192 بطن. اوكي. 192 قرايه ريزستيفيتي، فانت عندك هنا فبتديني ايه بقى؟ يعني ادي الفورميشن كده، ادي الهول اهي، بتقرا 192 قرايه حوالين البور هول. كويس، يعني هتديك ريزستيفيتيز 192 قرايه. طيب ال 192 قرايه دي في دايره، لو فردتها، لو فردتها هتديني كما لو كان ان انا شايف صوره قدامي. يوسف 190 بقى not mounted button to provide an electric image of borehole with a resolution of 0.2 5 ملم الى single logging bus زي اف بقى combine high resolution measurement. لا تستخدم في الاويل بيز مود. لو شفتها هنا اهي، بص، دولت 192 بطن بترصهم جنب بعض، لو فردتها ممكن تقول لك ان هنا في فولت في الاير في البير ده، ممكن تقول لك اذا كان في باجز، اذا كان في ريتشنج، اذا كان في اي نوع من انواع الفيتشرز هتلاقيها موجوده كلها. يبقى ممكن تديك الاستراكشر، يبقى فيزيولوجي استراكشر ديب، فولت ديبس، بريكس، unconformity, sequence boundary, depositional environment, system orientation, value current flow, reservoir, thin beds, calibration to لكور. ممكن لو جبت كور شكل كور احطها كده واشوف واعرف الكور، يعني اعمل كاليبريشن للتول دي بكور او العكس. permeability trends، fractures، فاجز، بور هولز، يعني بتديك ايمج كانك شايف الهول تحت. اوكي. لو انا عملت لها كومباينيشن بالام دي تي ممكن جدا اربطها، ادي الفولت اللي كان موجود ممكن تلاقيه هنا اهو. اوكي. ممكن تديك البريك اوت. البريك اوت هو البريك اوت ان انا عندي حته، حته ما فيش قدامها ضغط خالص، فالفورميشن بتقع اللي هي زي دي كده فبتزيد، او ان هي في فراكشرز. اوكي. او فراكشر لو انا مثلا بضغط على الفورميشن لاي سبب. اوكي. الدقاق مثلا او الطفله ضغطت فممكن تكسر الفورميشن، فبيوري لك الاورينتيشن بتاعها. خلاص. ممكن بقى اخد السونيك، مع ممكن ما تستخدم مع الميكانيكال بروبلم، مع الميكانيكال بروبرتيز. خلاص. طيب خلاص. انا عندي هنا ده سوري، هنا ده الميكانيكال بروبرتي الاف ام اي او السونيك والدينستي. اللي هو ايه السونيك والدينستي؟ ممكن يديك ايه الجيوميكانيكال بروبرتيز زي يانجس موديلس، بواسون ريشيو، بارك موديلس، شير موديلس. اوكي. ولامد لامي
وبي ويف واس ويف وهكذا. طيب ايه بقى معظم الابلكيشنز بقى؟ احنا كده خلصنا خلاص الفورميشن ايفالويشن والكلام ده كله. ممكن استخدمها في اكسترا في ايه؟ لو انا جبت السونيك دلتا تي مضروبه في الدنستي، هتديني الاكوستيك امبيدنس. الاكوستيك امبيدنس ده بياخدوه بتوع الجيوفيزيكس، بيقوموا عاملين عندهم سوفت وير يعمل ايه؟ يعمل جنريت وات از كولد زيرو فيز ويفلت. زيرو دي بياخدها، بيقوم مطلع منها حاجه اسمها سينثيتيك تريس من ده. يعني ياخد الاكوستيك امبيدنس ويحط عليه الزيرو فيز ويفلت، بيطلع حاجه اسمها سينثيتيك تريس. اوكي. السينثيتيك تريس ده يقدر يطلع منه الويل تريس. حلو كده. الويل تريس ده بياخده. الويل تريس احنا عارفين السايزميك عباره عن تايم دومين، يعني بيقرا بالتايم ما بيقراش بالدبس. بس هي المشكله ان انا عشان اغير، المشكله عندي ان انا عشان اغير، انا يعني انت عارفين ان السايزميك بيشتغل على ببعت ساوند واستقبله. عندي الزمن وعندي عندي السرعه، فانا بقدر اطلع المسافه اللي هي الدبث تو ذا فورميشن. طيب السرعه دي بقى بتختلف من الفورميشن دي للفورميشن دي للفورميشن دي للفورميشن، وبالتالي انا ممكن اقدر اطلع الفورميشن بالظبط شكلها ايه تحت، بس مختلفه في الدبثز. ليه؟ لان ما عنديش اكيوريت تايم دبث كونفرجن، ما عنديش علاقه. عشان كده احنا بنعمل اللي هو السينثيتك سايزموجرام تو كاليبريت السايزميك عشان نقدر نطلع تايم. فبالتالي انا اقدر اقول لك ان دي عندي ديبس 2600، يبقى انا عارف دي عند مثلا 8 مايكرو سكند او 10 مايكرو سكند بتساوي 2600. يبقى انا قدرت اطلع تايم تو ديبس كونفرجن اكيوريت. وده تشالنج من ضمن التشالنج الكبيره في السايزميك. نيجي بعد كده ممكن نعمل ميني فراك في الجيوميكانكس. انا عايز اعرف البير بتاعي لو اتكسر هيتكسر في انهي اتجاه، عشان لما اعمل انجكشن للووتر ولو هيكسر هيمشي في انهي حته. كويس. خلاص. ده هنا مثلا افتر بيفور، وده الافتر. شفت عمل ايه؟ عمل شرخ هنا. كويس. ورالك فين الاتجاه بتاعه. ميني فراك ده الام دي تي ممكن اللي هو بيضخ ميه وبيضخ يعني بيضخ بريشر عالي جدا، يقوم كسر الفورميشن. ممكن يطلع انديوست فراكشر بريك داون. اوكي. ادي الفولت اناليسيس، ادي الايه، الايمج لوج انتربريتيشن فولت اناليسيس. بص المنظر عامل ازاي. اوكي. سيمنتنج زون. فزي ما انتم شايفين كده بوسيبل فولت انتربريتيشن، ده الديبيتر بتاع زمان. نفس الكلام برضو، اعمل له انتجريشن مع الفولتس مع الاف ام اي، ممكن نقدر اطلع فورميشن. ممكن بالفراكشرز. انا بقى عندي بقى مثلا اللوجز ممكن تستخدم في الفراكشرز ازاي. انا عندي هنا الفراكشر دي لو في يورانيوم ديبوزيشن في حته معينه، يبقى ده انديكيشن لان في فراكشر. عندك مثلا الديب ميتر اللي هي مايكرو ريزستيفيتي تول، بيعمل ايه؟ ماشيه سموز لغايه دبس معين، بعد الدبس ده كلها اريتك، ده معناها انها الريتك ديب ميتر اتس لوج ريسبونس ديو تو فراكشرنج زون. ممكن ان انا عندي سايكل سكيبنج في السونيك، ده ممكن يبقى فراكشرز. في كذا تول كمان للفراكشر، بس انا جبت لكم الايه الموست اوبفيوس. اوكي. اتعشى بان كنتوا تكونوا ايه. ثانك يو. لو شكرا لحضرتك جدا. عفوا يا ستي. هي كده. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. اهم بس هو يعني اتمنى ان يكون حد يعني ما تبقاش صعبه على حد يعني. ولا هي صعبه؟
انت- في حد في حد بياخد لوجز هنا في الجامعه؟ انت هتحطيها فين دي يا اروى البتاع دي؟ اه، اوكي. شكرا جزيلا دكتور مصطفى، استفدنا كتير جدا النهارده من علم حضرتك، والله جزاك الله الله كل خير، يكرمك، يعطيك العافية. الله يكرمك. محمد جبالة لسه موجود؟ شلو؟ طيب، اي خدمات تانية؟ اه خلاص، انا هبعت لك البي دي اف فايل دلوقتي. ماشي. قرب ايه؟ اوكي، شكرا.